اكيد مشاعرها مكسورة، ولو نسيتني معذورة. اكيد مشاعرها مكسورة، ولو نسيتني معذورة. انا اللي جرحت احساسها، قولولها اطمني ارتاح. ازيكم يا جماعه؟ طبعا امام عاشور الصفقه اللي لسه معلن عنها خلال ساعات سابقه، الصفقه اللي بجد انا حاسس اني ما اتبسطتش كده عن صفقه جت في الفريق انا بحبه من زمان. يعني لو امبابي بس جه ريال مدريد هفرح بقى، يعني دي اللي هتبقى فرحه بقى، اللي هي الفرحه الكبرى بقى. بس امام عاشور بجد صفقه انا فرحان لها جدا 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 بجد يعني. طبعا بس قبل ما نبدا الفيديو اللي انا يعني الكلام اللي بقوله ده والله مش قصدي، يعني مش قصدي اللي هو بستفز جماهير الزمالك او حاجه، لا يعني ده كل ده على سبيل الهزار يعني والفنفنه زي ما بيقولوا يعني. وكده كده لما كنتوا بتكسبوا الدوري كنا بنسيبكم وما نقولكوش حاجه، فهو بنفس نفس الوجه يعني. امام عاشور انا بجد فرحان له جدا، لانه بصراحه يا جماعه صفقه انا شايفها ممتازه بكذا حاجه. اولا لانها في الزمالك، يعني بصراحه انها زي كهربا زي القندوسي زي مروان عطيه. وقلت في الفيديوهات اللي فاتت ان الاداره الحمد لله ماشيه في صمت، بتعرف تخلص اي صفقه معديه، بتعرف تخلص فيها من غير اي كلام اي نوش، الا بس صفقه المهاجم دي اللي معصلجه معاهم شويه، بس يعني ان شاء الله هنلاقي لها حل وهنلاقي واحد زي هالاند ان شاء الله. فامام عاشور انا مبسوط جدا بجد. امام عاشور بجد لما كنت بشوفه مثلا من شهر كده، يعني من حوالي مثلا شهرين، نزل له خبر في رمضان كده، اخر رمضان او نص رمضان، انه راح الاهلي. قلت يا نهار ابيض، دي صفقه دي في الجون بقى بجد. ساعات تقول ازاي ده لسه رايح ميتلاند ومش عارف ايه. سمعتوا بقى ان طبعا المعيشه هناك في الدنمارك صعبه، الدنيا مش سهله هناك، مش زي يعني اللي بجد اللي بيعمله يا جماعه محمد صلاح وتريزيجيه، وطبعا اي حد انا ناسيه يعني، اي حد انا اسف طبعا مفيش حد في دماغي دلوقتي غير صلاح وتريزيجيه يعني، غير طبعا يعني طارق حامد والاتحاد وكده، بس الدنيا عندهم اسهل شويه. الاحتراف في دوريات اوروبا بالذات تبقى صعبه جدا، فهو تقريبا ما عرفش يتعايش معاه، الله اعلم. حاجه كمان ان المدرب اللي جابه اساسا مشوه عشان كان بيخسر والنتيجه مع الفريق ما كانتش حلوه، فمشوه، فجه واحد تاني تقريبا كده ما كانش مقتنع بيه. لان لو هتبصوا على البرامج والحاجات يعني والستاتس بتاعت امام عاشور اخر 10 ماتشات مثلا في ميتلاند هتلاقوه دكه وما بيلعبش، يعني بمقام اللي هو زي فيفا كده، اللي هو قاعد ريزيرف، اللي هو انا مش في الماتش اصلا، يعني انت مش في الماتش، هو قاعد دكه بس ما بينزلش. قعدت استغرب بصراحه، لعيب امكانيات عاليه قوي. اول ماتش يا جماعه لو فاكرينه جاب جون عالمي، هتشوفوه دلوقتي على الشاشه دلوقتي قدامكم اهو. بصوا يا جماعه بيشملوا ازاي، بصوا باور شوت بوم في اليوروبا ليج اول ماتش ليه. فده لعيب يبين لك ان هو لعيب امكانيات عاليه. وبالسنتين فاتوا انا ما كان بيطلع نار من بقه، انا قعدت اقول يا جماعه امام عاشور هو وزيزو الاثنين بصراحه، وفتوح برده، بس فتوح اخرهم يعني اقل واحد فيهم، لازم يجوا الاهلي. لعيبه عاليه جدا جدا جدا، ولحد دلوقتي برده نفسي زيزو يجي الاهلي، بس هي صعبه. فامام عاشور بيطلع نار من بقه بجد، فان صفقه زي دي تيجي انا فرحان جدا بصراحه يعني. طبعا نتكلم بقى في القصه بتاعت كابتن صالح سليم الله يرحمه يعني، والكلام ده والحاجات اللي بتتقال دي. اولا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، يعني ما شفتش ان هو شتم كابتن صالح سليم طبعا ولا اي حاجه من دي، ما شفتهاش. بس يعني ممكن اقول انها عادي تحفيل زي ما بيقولوا يعني في الماتشات، هكسب فهشتمك شويه، هزيط عليك شويه، اللي هو انا عمك وبتاع والكلام ده، عارفينه عادي. بس الفكره بقى ان جماهير الزمالك دلوقتي يعني بقت تقول اللي هو النادي ما عندوش كرامه، والنادي بيجري ورا مش عارف لعيب شتمنا. بصوا يا جماعه، الكوره في الاول وفي الاخر هي بيزنس، يعني ب 100% هي بيزنس. معاك اداره يا باشا ومعاك كل حاجه تقدر تخلص اي لعيب، طبعا لو معاك امكانيات ماديه طبعا. ف نحكي القصه من اولها. امام عاشور اكيد ما كانش عنده مانع ان هو يرجع الزمالك، بس دلوقتي المشكله في الزمالك ان الزمالك ما عندوش فاينانشال سبورت عالي، يعني ما عندوش مؤهلات ماديه، او يعني اللي هو فلوس ماديه، فلوس يعني من الاخر، انها تسمح انها تجيب اصلا امام عاشور. لان ليه؟ ميتلاند كان عايز فيه تقريبا 3 مليون دولار، فكتير يعني كتير قوي.
الزمالك ما كانش معاه فلوس دي، الاداره بتاعته لسه فيها احوال اقتصاديه وحشه، فبالتاكيد كان جاله اللي انا سمعته برضو ان الاهلي وبيراميدز كانوا عارضين عليه. ما راحش هو الحمد لله، يعني دي حاجه برضو بصراحه تكسب له ان هو ما راحش للفلوس زي باقي الناس طبعا، مش هنقول اسامي يعني. ما راحش للفلوس، راح للتاريخ، للامجاد، لكل حاجه. كاس عالم انديه يا باشا هتروح خلاص كلها مثلا 5 شهور وهتروح كاس عالم انديه، بطوله اصلا يعني مش قصدي حاجه، بس لو قعدت في الزمالك ممكن 5 سنين ما كنتش هتروحها، الله اعلم، دي حاجه كلها نظريات. بطل افريقيا يا باشا، بطل الدوري، ولسه ان شاء الله بطل الدوري كفايه، هتلعب مع لعيبه عاليه جدا، احسن لعيبه في مصر، سكواد عالي، ولسه لعيبه هتجيلك، ومكانك اساسي يا باشا محجوز. فنرجع برضو ان امام عاشور اساسه ان حمدي فتحي مشي. حد هيقول لي طب سؤال لو لابي شويه، حمدي فتحي لو كان فاضل قاعد وما مشيش كنت اجيب امام عاشور؟ بصراحه هقول لك لو نفس الحاله دي اجيبه. ما اجيبوش ليه؟ هتقول لي بس مش هيلعب اساسي. هقول لك بقى دي بصراحه انا ما اعرفهاش، يعني دي حاجه بقى مدرب وبتاع، وطبعا هو طبعا صعب لان هو كان هيبقى عندك مروان عطيه مكانه محجوز، وحمدي فتحي كده كده لو كان فاضل قاعد كان هيلعب اساسي، ومع ديانج. او ممكن تلعبوا على ديانج، بس ديانج مش هيودك، مش هيوافق يعني، مش هيودك اجنبي وبتاع، مش حرام. فبس كنت هجيبه دكه ما اعرفش بصراحه، ممكن اقول لك برضو مش عارف، ما افتكرش، بس هي فرصه، لعيب عالي جدا، لو مشي على سير الاهلي ومبادئ الاهلي ومستوى الاهلي وسمع كلام كولر، وكولر عارف يوظفه كويس وعارف يطلع منه كل حاجه عنده، مش بعيد يبقى احسن خط وسط من احسن خط وسط في تاريخ الاهلي. مش هقول لك انه يعدي حمدي فتحي، لان طبعا حمدي فتحي بصراحه لحد دلوقتي ما تعوضش، احسن 6 واحسن 8 في مصر بالنسبه لي بصراحه. ما اعرفش، هنشوف، كله هيبان طبعا على الموسم الجديد. طبعا هو دلوقتي هو مصاب لسه تقريبا اللي سمعته يعني، برده مصاب وحاجات كده، بس على الموسم الجديد كده كده هيكون جاهز. فالحمد لله ان الاهلي بقى عنده دلوقتي 2، حمدي فتحي، ديانج، مروان عطيه، قندوسي، الا لو ما مشيش لسه في كلام انه ممكن يمشي وحاجات كده غريبه عشان في اجانب جايه وحاجات كده لسه قصص يعني نبقى نتكلم عليها بعدين. فعندك مروان عطيه، اليو ديانج، السوليه، اكرم توفيق لو رجع لعب نص ملعب، وانا شايف ان هو يلعب نص ملعب اساسا ما يلعبش باك، لان انت خلاص بقى عندك خالد عبد الفتاح خلاص بتخلص فيه، وعندك محمد هاني وكريم فؤاد اظن هيلعبوا وينج زي في الاول يعني، ما اعرفش هنشوف. فعندك اكرم توفيق، مروان عطيه، ديانج، امام عاشور، ومش عارف ناسي حد ولا لا. طب ايه بقى، وكوكا وبتاع، لا نص ملعبك الحمد لله بقى امان جدا، بقى امان جدا بجد يعني. فلو امام عاشور كمل ومشي زي ما هو كان ماشي في الزمالك واحسن، لا هيعدي بصراحه ناس كتيره جدا. فانا فرحان جدا بصراحه في صفقه امام عاشور. اكيد طبعا جماهير الاهلي فرحانه، في جماهير لسه واخده موقف، بس مع الوقت صدقوني هتفك لما يلاقوا ان اللعيب ده بيفيدهم وبيجيب اجوان وبيطلع نار من بقه تاني، هيحبوه اكيد بالتاكيد يعني. وطبعا كل الجماهير اكيد عايزه مصلحه فريقها. فنروح بقى لحته تانيه خالص. في ناس بتقول لك ده كان نادي ميتلاند ده كان كوبري، فاهمين مصطلح كده كوبري للاهلي عشان يروح الاهلي. نحكي بقى القصه من اولها. اصلا امام عاشور اخر يوم خلص انتقالات هو راح النادي، فطبعا الزمالك اساسا ما كانش موافق، كان عايزه يقعد طبعا، لانه كان ساعتها كان لعيب كبير جدا وبيفيد الفريق، كان عنصر يعني ما ينفعش تستغنى عنه. طلع طبعا مع كابتن مرتضى منصور، قال لك انا بحب النادي الزمالك من صغري وعايز اقعد، واكيد هرجع له مش عارف ايه وبتاع وكده. فتقريبا يعني الناس كانت شاكه ان هو ممكن يعني اللي هو كان متفق اساسا مع الاهلي انه هيروح مثلا يحترف ويرجع على الاهلي، عشان ما يقولوش يعني ان هو راح من الزمالك للاهلي وبتاع، وممكن اساسا الزمالك يرفض لما لقى ان الاهلي عايز لعيبه عنده مهم. انا رايي ايه بقى في الموضوع ده لو تسالني؟ انا اشوفها 50-50، بس اقول لا يعني اميل اكتر اللي لا، ما اكيد ما حصلش يعني، ما افتكرش، لا هو راح احترف عادي جدا بنيه خالصه جدا. لا الدنيا ما مشيتش معاه، الدنيا بايظه، اتصاب وبتاع وراح يعني وبقى بعيد عن الفريق، قال لك الاهلي جالي عرض اروح يا باشا الاهلي. اظن ما اعرفش برضه حاجه طبعا، الكواليس دي كلها بتبقى حاجات سريه انا ما اعرفش عنها حاجه، حد هيطلع يهبد ويقول لك حصل وبتاع انا ما اعرفش، بس هي 50-50. بس انا بقول لا، ما افتكرش ان هم عملوا اللعبه دي كوبري وبتاع زي ما بيقولوا الكلام ده اللي هو عشان يروح الاهلي وبتاع. ف
اكيد انا فرحان جدا، كل الناس فرحانه، اكيد لعيب كواليتي زي ده جاي هتضيف للاهلي، بالذات لما تبقى لعيب انت عارفه، مش شاكك فيه اللي هو يا رب هينجح ولا لا، لا انت ان شاء الله واثق ان هو هينجح معاك، هيجيب معاك بطولات، هيوديك في حتت عاليه جدا، خصوصا ان خلاص سكواد الاهلي الحمد لله بقى قوي، ولسه في دعمات كمان جاي، مهاجم وحاجات ووينج ومدافع وحاجات كده. فجماهير الزمالك اكيد طبعا يعني اكيد زعلانين طبعا من اللي حصل، بس عادي يعني، دي كوره، وقلت لكم دي كوره بيزنس في الاخر. لو باشا انت لو معاك فلوس هتروح تجيب اي حد عادي، شفناها مع لويس فيجو، راح ساب برشلونه راح ريال مدريد، هقول لك طبعا كرهوه، برشلونه كرهته وراحوا رموا عليه مش عارف حاجات ازايز يعني، ويشتموه، عملوا عليه حملات وبتاع في الاستاد والاتوبيس وكده. فلعيب كويس راح فريق تاني، واللي هو فريق بقى ده منافس زي الاهلي والزمالك كده، فعادي بتحصل. حصلت مع شالهانوجلو اللي هو اللعيب التركي ده اللي راح من اي سي ميلان لانتر ميلان، عادي يعني هتتكره وبتحصل، بس هي كوره في الاخر زي ما قلنا، هي كوره هي بيزنس في الاخر، فطبيعي هتقابل كده، ولسه في السنين الجايه هتقابل، ما تخافش. حد من الاهلي ممكن يروح الزمالك، حد يقول لك هيجي الاهلي، حد من الريال هيروح برشلونه، حد هكذا، عادي. كوره بيزنس، وفي الاخر كل حاجه بتصب لمصلحه اللعيب والنادي. فبس ده بصراحه كانوا كلمتين كنت عايز اقولهم بصراحه، لان انا فرحان جدا بصراحه بصفقه امام عاشور، وبجد يعني اللي طبعا متابعنا على الانستجرام هيشوف الستوريز طبعا متغرقه، يعني لعيب جامد جدا، ومتحمس له جدا بصراحه ان الناس تشوفه بيلعب يعني. بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، قولوا لي طبعا رايكم كل واحد، حتى لو انت زملكاوي قول لي رايك عادي باحترام، قول لي انت شايف ايه، زعلان طبعا انه مشي، شايف رايك ايه، انت كاهلاوي مبسوط انه جاي ولا متضايق من الموضوع ده، قول لي. انا قلت رايي خلاص والحمد لله، شايفه ان شاء الله صفقه هتدي الفريق جامد، وهتبقى نقله يعني زي ما بيقولوا. بس رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير. سلام.